في كتاب غامض جدا، بس مش أي كتاب، ده كتاب اتكتب من مئات السنين واتخبى جوه الفاتيكان لسنين طويلة. بيقولك الكتاب ده بيتنبأ بنهاية العالم، وبيقول كمان إن البابا اللي موجود دلوقتي ممكن يكون الأخير. إزاي وليه وإيه علاقة مرض البابا فرانسيس بالنبوءة دي؟ تعالوا نحكي الحكاية من أولها. في سنة 1595 الباحثين لقوا كتاب في أرشيف الفاتيكان السري اسمه نبوءة البابوات. الكتاب ده مكتوب بلاتيني غريب، وبيقولوا إن بيتكلم عن مصير كل بابا من سنة 1143 ولغاية دلوقتي. القديس ملاكي اللي عاش في القرن ال12 بيقولوا إن شاف رؤية وهو في روما، وسجل النبوءات دي في 112 جملة قصيرة. كل جملة منهم بتوصف بابا معين وطريقة وفاته، وكل نبوءة مكتوبة بلغز، وبيتهيأ للناس إن التواريخ دي فعلا بتتطابق مع الواقع. الجزء الأخير من النبوءة هو اللي خوف الناس بجد. بيقول في وقت الاضطهاد النهائي للكنيسة الرومانية هيجي بابا اسمه بطرس الروماني، وهيقود القطيع وسط المحن، وبعدها هتتدمر المدينة اللي على ال7 تلال، وهيحكم القائد الرهيب على الناس. ناس كتير شافت ان ده معناه ان البابا الحالي فرانسيس هو اخر بابا، خصوصا بعد المرض اللي جاله في الفترة الاخيرة، واللي هو مرض مزمن في الرئة. ففي ناس بتقول ان البابا اللي جاي هيكون اسمه بطرس، يعني بطرس الروماني اللي النبوءة بتتكلم عنه. في سنة 2024 طلع فيلم وثائقي بيأكد النظرية دي، استند على نص قديم منسوب للبابا سكستوس الخامس، وبيقول إن نهاية العالم هتحصل بعد 442 سنة من بداية حكمه، اللي هي كانت سنة 1585. يعني على حسب الحسابات دي نهاية العالم هتكون سنة 2027، نفس السنة اللي النبوءة بتقول إن المسيح هيظهر فيها. في نبوءة منهم كان بتقول جلوريا أوليفا أو مجد الزيتون، وده بيرمز لرهبان القديس بنديكت المعروفين باسم الزيتونيين. المفاجأة إن في سنة 2005 جه البابا بنديكت ال16، وكان فعلا من نفس الرهبانة دي. يعني في نبوءة على الأقل اتحققت بالحرف. آخر فصول الكتاب بيقول إن البابا الأخير هيحكم الكنيسة في وقت اضطرابات عظيمة، وهتنتهي الأحداث بتدمير روما ونهاية البابوية. اللي زود الشكوك أكتر هو اللي بيحصل حوالينا دلوقتي. عندك حرب روسيا وأوكرانيا، التوترات بين أمريكا والصين، مشاكل الشرق الأوسط اللي مش بتخلص، والصراع اللي بين المسلمين واليهود اللي رجع يتصدر المشهد. ناس كتير شايفة إن دي علامات بتقول إننا فعلا دخلنا في آخر الفصول. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل فعلا البابا فرانسيس هو البابا الأخير؟ وهل العالم خلاص قرب يستقبل نهاية حقيقية سنة 2027؟ ولا كل ده مجرد صدفة وتفسيرات بشرية لنصوص قديمة مش أكتر؟ قولي رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.